احيانا لما حد بيكسر عليك في مصر يعني جامد، وانت والحمد لله مفيش اي حاجه خالص، فهو ايه عارف ان هو غلط، فيفتح الازاز ويطلع لك ايده كده اللي هو ايه سامحني انا غلطان. بتفرق. معناها ان انا شايفك، معناها ان انا مقدرك. يعني الانسان بيحتاج للتقدير صدقا، يعني بيحتاج ان هو ان انا شايفك وان انا عارف ان انا غلطت في حقك فسامحني. كان الدكتور عبد الوهاب المسيري الله يرحمه كان بيتكلم عن الرد المنطقي او الرد مش المنطقي ولكن الرد المعتاد، اللي يقول له حقك عليا سامحني، فيقول له اصرفها منين؟ اصرفها من انهي بنك دي؟ فرغم ان احنا اتربينا ان هي كلمه معتاده جدا، لما ايه تعبر ان انت لا ما انا اعتذارك ده هعمل بيه ايه؟ ما حلليش المشكله. ولكن الانسان بيغفل في حاجه مهمه جدا جدا اهم من التعويض المادي، وهو التعويض المعنوي. ان انا شايفك، ان انت مهم، ان انا بطلب منك تقبل اعتذاري. لان في حاجات ما فيهاش تعويض مادي، ما فيها هعوضك ماديا، ما فيهاش. في الحاجات اللي فيها تعويض مادي لا اخد التعويض المادي، ولكن في اشياء اخرى زي ما قلت لك حد كسر عليك بتاع هتقول له هات فلوس ما فيهاش. ولكن فكره ان هو يقول لك سامحني حقك عليا انا شايفك انا مقدرك، هو ده التعويض. سبحان الله بتكون متعصب جدا وابن فجأة ماشي سبحان الله.